السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسا عليكم يا ملوك قناة الملك. اليوم في بث مباشر جديد. يلا بقى نبدأ الحلقة على السريع. خبر مهم جدا للزملكاوية هقوله دلوقتي بإذن الله. طيب، سؤال الحلقة النهاردة: هل شايفين إن ممكن نادي الزمالك يقدر يقفل الملف بتاع القيد والصفقات الحاجات دي كلها في خلال الفترة اللي احنا فيها؟ نتمنى. اكتبوا في التعليقات آرائكم وقولوا لي رأيكم إيه. طيب، بحسب آخر المعلومات المتداولة، إدارة الزمالك أبلغت محامي صلاح مصدق ببدء سداد مستحقات القضية، حيث يتم الآن دفع 400 ألف دولار في المرحلة الأولى، على أن يتم سداد الجزء المتبقي خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل شهر أغسطس، يعني ممكن 7/8. طيب، حاجة تانية: لو تم الانتهاء من الملف ده بالشكل ده، هيكون الزمالك في الطريق الصح، أو خطوة مهمة جدا نحو حل الأزمات اللي هي ما بتخلصش، وفتح صفحة جديدة قبل الموسم الجديد. نتمنى من الله ثم من الناس اللي هي شغالة إن يكون الأخبار ديت صحيحة، يا رب. طبعا خاصة إن النادي داخل على معركة كروية كبيرة السنة الجاية في الموسم الجديد، يعني دوري أبطال أفريقيا، الدوري العام، السوبر المصري، كأس مصر، كأس عاصمة مصر. فنتمنى من الله. اكتبوا آرائكم أو رأيكم في التعليقات، وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. تحياتي لكم يا ملوك، يا ملوك، يا ملوك، أعظم جمهور في العالم في الدنيا. السلام عليكم.